لما علماء فرنسيين حبوا يستكشفوا جزيرة قبرص في البحر المتوسط، لقوا حاجة غريبة، إن بالرغم إن عدد سكان قبرص قليل حوالي 1,200,000 نسمة بس، الجزيرة كانت زحمة جدا، بس مش بالبني آدمين، كانت زحمة بالقطط. لقوا إن عدد القطط في قبرص أكتر من عدد البشر، كان في حوالي 1,500,000 قطة. الغريب أكتر إن جزيرة قبرص في البحر المتوسط، المية محوطاها من كل الجهات، وأقرب حاجة لها هي تركيا، بينهم 70 كيلو متر بحر. واللي مربي قطة عارف قد إيه القطط بتكره المية، يعني أكيد ما خدتهاش عوم. أمال القطط اللي في قبرص دي وصلت لها إزاي؟ وكل القطط اللي في العالم دي بدأت إزاي؟ وأصلها إيه؟ تعالوا نشوف. نفس علماء الآثار الفرنسيين دول لقوا آثار قرية قديمة. من ضمن الحاجات اللي لقوها في القرية دي كانت مقبرة فيها عظم راجل مدفون معاه قطة عندها 8 شهور، وعمر الموقع ده 9500 سنة، وده أقدم شاهد على الصداقة بين الإنسان والقطط في التاريخ، أقدم حتى من الآثار الفرعونية اللي شايلة صور القطط بحوالي 4000 سنة. عشان نفهم أكتر العلاقة بيننا وبين القطط بدأت إزاي، لازم نفهم يعني إيه دوميستيكيشن أو استئناس. النهاردة القطط اللي عايشة معانا واللي إحنا استأنسناها، يعني غيرنا من سلوكها عشان تتحول لحيوان أليف يقدر يعيش معانا في البيت وفي الشوارع من غير مشاكل، بنسمي الفصيلة بتاعتها فيلس كاتس. بتنحدر من فصيلة اسمها فيلس سيلفسترس ليبيكا، وبتتسمى كمان القطط البرية الأفريقية، ولسه موجودة في شمال أفريقيا وجنوب آسيا. وشكلها ما يختلفش كتير عن القطط الأليفة بتاعتنا، هي بس أكبر شوية في الحجم وما عندهاش تنوع الألوان زي القطط الأليفة، وبتعيش منفردة، ما بتحبش اللمة زي القطط الأليفة بتاعتنا. العلماء بيعتقدوا إن استئناس القطط تم بطريقة مختلفة عن باقي الحيوانات التانية. استئناس الحيوان بيتم لما يحصل له تغيير في جيناته، التغيير ده ممكن يكون مؤقت أو دائم، وبيكون بسبب الإنسان. العلماء حطوا 3 طرق الإنسان استخدمهم عشان يغير من صفات الحيوان ويخليه أليف. الطرق دي اسمها The Bray Busway, The Directed Busway, The Commensal Busway. أول طريقة اللي هي Bray Busway، الإنسان كان بيصطاد حيوان بري عشان يتحكم فيه. كانوا بيصطادوا أعداد كبيرة منها ويحبسوها في مكان ويوفروا لها الأكل والشرب لحد ما تتحول بالتدريج لحيوان أليف. وطبعا الإنسان متحكم في تزاوج الحيوانات دي، واللي هيقاوم الاستئناس مش هيتزاوج، فالأجيال اللي بعده كده هتبقى أليفة أكتر، وهكذا. وده اللي حصل مع الأغنام والجاموس. الجمال والحصنة والحمير استئناسهم كان بطريقة Directed Busway. الإنسان اعتمد على خبرات البشر اللي قبله وجاب الحيوانات دي عشان تساعده يشيل حاجات ما يقدرش يشيلها ويمشي مسافات ما يقدرش يمشيها. آخر طريقة هي Commensal Busway، وهي دي الطريقة اللي حولنا بيها القطط البرية للقطط الأليفة الكيوت اللي عايشة معانا. الطريقة دي عبارة عن إن الإنسان بيجذب الحيوانات البرية للأماكن بتاعته بالأكل، فيبتدوا يمشوا وراه ياكلوا بواقي الأكل بتاعته، وجبات سهلة وما فيهاش جري ورا فرائس وفرهضة. والإنسان كمان لقاهم هينفعوه ويخلصوه من الفئران اللي كانت بتاكل المحصول بتاعه ومبوظة الدنيا، يعني الطرفين كسبانين. فالقطط خلعت سوب البرية والافتراس وبقت صديقة الإنسان، هو بيوكلها وهي بتخلصه من قرف الفئران. والدليل على كده حفريات القطط اللي اكتشفوها في الصين كان عمرها 5600 سنة. لقوا فيها عدس اللي كان جزء أساسي من أكل الإنسان في الصين. معنى كده إن القطط كانت عايشة مع الإنسان وبتاكل الفئران اللي بتاكل العدس بتاع البشر وبتخلصوا منهم. لما البشر بدأوا يستأنسوا القطط، ده خلى حجمهم يصغر، وعمليات التزاوج اللي الإنسان أشرف عليها خلت ألوانهم تتنوع بشكل كبير، وظهر عليهم ألوان جديدة لأول مرة تبقى في القطط، زي البرتقاني والأبيض والأسود. بس رغم كده القطط الأليفة فضلت محتفظة بنفس شكل أجدادها المفترسين، مش زي الكلاب مثلا اللي شكلهم بقى مختلف كتير عن الكلاب البرية لما الإنسان استأنسهم. وكمان القطط فضلوا بنفس السلوك، بياكلوا ويتزاوجوا بنفس طريقة القطط البرية. العلماء بيعتقدوا إن الإنسان استأنس القطط مرتين، مرة جنوب آسيا من 10,000 سنة، ومرة تانية في مصر من 7000 سنة. وده عرفوه لما حللوا جينات القطط الحديثة. التحليلات دي بتقول إن التغيرات الجينية في القطط حصلت مرتين في أوقات وأماكن مختلفة. يعني مثلا في مصر اكتشفوا 6 مواقع دفن فيهم القطط مدفونة في البيوت، وواحدة منهم كان فيها آثار كسر متعالج، يعني المصريين القدماء كانوا بيربوهم ويعالجوهم لو حصل لهم حاجة. والعلاقة القوية بين المصريين القدماء والقطط بنشوفها على جدران المعابد والتماثيل، وده دليل إن القطط كان ليها مكانة كبيرة عند المصريين. ولما الرومان دخلوا مصر خدوا القطط معاهم لروما ونقلوا العلاقة دي لأوروبا. بس برضه ما وصلناش لحل اللغز، إزاي القطط وصلت لقبرص اللي في نص البحر؟ الإجابة الأقرب لحل اللغز إن سكان جنوب آسيا أول ناس يستأنسوا القطط، جزء منهم من 10,000 سنة بدأ يهاجر لمناطق في أوروبا من ضمنها جزيرة قبرص، وخدوا معاهم حيوانهم الأليف اللي هو القطة.
وده سبب وجود القطط دلوقتي في قبرص. وبيقدروا عدد القطط الأليفة النهاردة على مستوى العالم 600 ألف قطة، وبقوا من الأنواع المسيطرة على الأرض. وده عشان الإنسان حبهم وساعدهم وشالهم من مكان لمكان فساعدهم ينتشروا. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.